اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ والله بخير حال. هل يمكنني أن أسألك سؤال وأقول شيء بعد السؤال؟ اتفضلي. ما هو الفرق بين يوم عاشوراء عند أهل السنة ويوم عاشوراء عند الشيعة؟ يوم عاشوراء عند أهل السنة والجماعة يوم نجى الله عز وجل فيه سيدنا موسى، فنحن أولى منهم بهذا اليوم، لذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نصوم. وفي كتب الشيعة أيضا صيام يوم عاشوراء، ونفس ما يقول أهل السنة والجماعة يقول الشيعة. في هذا اليوم عند الشيعة قتل فيه الحسين رضي الله عنه وأرضاه، فاتخذوه لللطم والتطبير والنياحة ومخالفة الله عز وجل في كل شيء. وهل ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في أحاديثه النبوية؟ نعم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمرنا فيه بالصيام. إذا لماذا دائما الشيعة يختلفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم يقولون بأنهم يحبون آل البيت وفي نفس الوقت يخالفونهم؟ دائما الشيعي يأتي بالأشياء المخالفة حتى للعقل. يعني لو افترضنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصيام في ذلك اليوم، وحتى وإن كان يوم مقتل سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه، فلماذا نخالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي قال يا فاطمة إذا أنا مت، أيضا الحسين قال إذا أنا مت فلا تخمشي علي وجه، وقال ذلك الكلام لزينب. فلماذا دائما يأتون بمخالفة التي تخالف الشرع وتخالف العقول؟ يعني لو صام الشيعي لن نتكلم معه في يوم عاشوراء، ولكن يفعلون أشياء هي أساسا في الأصل مخالفة لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم وللعقل. شكرا. العفو يا ماما. مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الكتاب ويخبو سواه وينصر جندا ألح الدعاء